السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا زهقت حقيقي يعني. موجود في حياتنا نوع كده من الرجالة ومن الستات، تحس إن هم موجودين في حياتك علشان يستغلوك بس. وصحابك من 20 سنة و30 سنة، وطول 20 30 سنة بيستغلوك بس. بيستغلوك في وقت، في مجهود، في فلوس، في مصالح، في كل حاجة. طب حصل لك انت مشكلة واحتجتهم، مش هتلاقيهم. يا باشا بيديني جزء من اللي اديتهولك، جزء من الفلوس اللي انت خدتها مني. انا مزنوق ومحتاج جزء من المجهود، جزء من قوتك، جزء من جريك، اي حاجة. لا، اصل هو مش فاضي، ما بتلاقوهوش. ليه؟ لان هو الفكرة عنده ان صاحبك ده موجود عشان ياخد منك بس، لكن عشان يديلك، هي الفكرة دي مش عنده. هو مش مصاحبك عشان يديلك حاجة، هو مصاحبك عشان يستغلك في كل حاجة. انا ليا واحد صاحبي لما بيشوفني بيقول لي ما تشوف حاجة عندك في شنطة العربية، نوتس، سيمبل، اي هدية، اي ادوية، كلام من ده. طب ما فيش، لازم يطلع منك من مصلحة. طب حاول انت بقى تقول له اي حاجة، عايز كذا، محتاج كذا، خدمة، ما بتلاقوهوش. زي البنت برضه، البنت اللي مصاحبة واحدة وصاحبها عشان تستغلها بس، عشان تسمع لها، وعشان تخرج معاها، وعشان تاخد لبسها، وممكن تاخد فلوسها. لكن لو التانية دي احتاجت منها اي حاجة ما بتلاقيهاش. دول يا جماعة لو اكتشفتوهم وحظكم حلو، واكتشفتوهم اول سنة او سنتين من العلاقة اللي بينكم، يبقى انتوا كده حظكم حلو جدا. لكن 20 30 سنة ده بيكونوا استغلوكوا استغلال بشع، وتفضلوا زعلانين انتوا ازاي اتصاحبتوا على الناس دي. والناس دي عمرها على فكرة ما ترفع. يعني انت لو صاحبت واحد كويس وكاريره كويس وشغله كويس هيرفعك، واعلى منك هيرفعك. تمام. انت لو صاحبت واحده مخلفه اولاد كويسين وبتربيهم كويس وبتوديهم نوادي كويسه وتمارين، او شغلها كويس ودخلها كويس، هي كمان هترفعك. لكن دول اللي هم اصحابك الانتيم دول عمرهم ما يرفعوك، لان هم كده اساسا، وهيفضلوا في المستوى اللي هم فيه. ليه؟ لانهم ناس وحشه جدا، ومش هيسمحوا لكم ان انتوا تعلوا عنهم اصلا. الناس دي يا جماعه وحشه جدا جدا جدا. واوعوا، يعني انا واحد من الناس، اوعوا، نصيحه مني، اوعى تدخل ما بين واحد من دول ومراته تصلح بينهم. ما تقولش ده صاحب الانتيم بقى ولازم اصلح بينهم، ده بيته هيتخرب ادخل اصلح بينهم، مستحيل. هتطلع انت اللي وحش في النهايه، لان هو وحش واكيد متجوز واحده وحشه. السلام عليكم.